تعرف إن ما كانش فيه أذان عند كل صلاة زمان، وده اللي كان بيخلي فيه لخبطة كبيرة جدا عند معظم الناس ومنهم الرسول والصحابة. وده لأن كان فيه ناس بتصلي بعد وقت الصلاة أو قبلها. علشان كده بدأوا الناس يقولوا حلول للمشكلة دي. منهم اللي قال إن احنا ممكن نرفع راية على تلة عالية عند وقت كل صلاة، ومنهم اللي قال ممكن نشعل النيران. لكن الحلول دي كلها ما كانتش تنفع، لأنها ما كانتش بتحل المشكلة من جذورها. يعني مثلا لو شخص نايم، ايه اللي هيخليه ينتبه للنار اللي مشتعلة ولا الراية اللي مرفوعة على التلة؟ وبالتالي مش هينتبه لوقت الصلاة اللي خلاص أذن. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح انه يطلع ينادي على الناس عند وقت كل أذان. لحد ما في يوم جه الصحابي عبد الله بن زياد وقال للرسول صلى الله عليه وسلم على حلم هو شافه، وقال له ان دي الطريقة الصحيحة للأذان. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لبلال بن رباح علشان يطلع يأذن في الناس، لان كان صوته عذب ومريح. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك.